في سنة 1989 منجم فحم في ولاية بنجاب الهندية اتفتح زي العادة، ونزل العمال ليوم جديد من الكفاح من الفحم والغبار. لكن ما كانش حد متوقع أبدا إن الأرض في اليوم ده كانت ناوية على حاجة تانية. فجأة صوت غريب دوى في الأرجاء، كأنه زئير مكتوم، اهتزاز ثم انفجار. الأرض بدأت تبلعهم. في نفس الوقت نزلت مياه غزيرة جدا لفيضان نهر قريب غرق المنجم بالكامل. أكتر من 65 عامل اتحصروا في العتمة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض. كل دقيقة كانت بتعدي كانت بتهدد حياتهم بشدة. الكل كان يائس، حتى فرق الإنقاذ ما كانتش قادرة تعمل حاجة ولا حتى تنزل لهم. كل المحاولات باءت بالفشل، والعائلات كانت ماسكة قلبها بإيديها، لحد ما ظهر المهندس جيسوان سينجال. راجل كان شكله عادي جدا، لكنه كان بيملك عقل استثنائي. قال ما ينفعش نستنى أكتر من كده، الناس دي هتموت. وابتدى يتساءل فين أضعف نقطة ممكن يوصل منها للعمال دول. فكر بره الصندوق وجهز خطة مبدعة. بنى كبسولة معدنية صممها بنفسه، تكفي لشخص واحد بس. ما اكتفاش بوضع الخطة، لكن قرر إن هو ينزل بنفسه كأول واحد يجربها علشان يطمن العمال. غامر بحياته وهو مجرد مهندس، لكن جندي مقاتل ولا مغامر أو حتى منقذ. لكنه كان إنسان بحق. سمع أصوات أنفاس عالقة تحت الأنقاض فاستجاب لنداها. واحد ورا التاني بدأ يخرجهم من باطن الأرض بأعصاب من حديد وعين ما بترمش. استغرقت عملية الإنقاذ ساعات طويلة، لكن أول ما خرج العامل الأخير ساد الصمت، ثم انفجر الجميع بالبكاء. 65 روح رجعت للنور، لأن راجل واحد بس رفض يقول مفيش أمل، رفض يقول لأ. قصة المهندس جيسوان سينجل العبقرية والحل الإبداعي اللي شهد عليه باطن الأرض قبل ما يشهد عليه الناس، قصة غريبة جدا ولكنها حدثت بالفعل.